السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. تعالوا النهاردة بقى اما نعمل مع بعض شاورما الفراخ دي جميلة. اول حاجة كده، لو عندك صدر فرخة تعالوا نقطعيه كده. بتقطعيه نصين وبتخليه زي ما انت شايفة كده. الجهة الواحدة على 3، بدل ما تجيبيه غالي ب150 جنيه. هات الفرخة عادي واستفادي منها احسن. وقطعيه الجهة الواحدة على 3 كده، وبتقطعيه بقى شرايح كده، ولا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي، زي ما انت شايفة كده. الجهة الواحدة بنقطعها على 3. تقطعها كده يا حبيبتي بالراحة كده، ولا سميكة قوي ولا رفيعة قوي، عشان ما تنشفش منك في الزيت. الشاورما جميلة، كل الاطفال بتحبها. كده قطعناها، تعالى بقى نتبلها. نعصر عليها نص ليمونة ومعلقة بابريكا وبصل وتوم بودر و7 بهارات. كل ديت معلقة صغيرة، 7 بهارات ومعلقة بهارات فراخ. وبتقلبيهم بقى كده مع بعض لما الفراخ كده تشرب التتبيلة اللي انت حطيتها كلها. ممكن تسيبها ساعة، نص ساعة. لو انت بدري وعملتها على بيات هيكون احسن. كده تتبيلة الشاورما دي بتبقى جميلة. اول الفراخ بتبقى طرية كده وزي الفل. نيجي بقى طاسة على النار ونحط فيها نقطة زيت، وتنزلي بقى بالشاورما اللي انت تبلتيها. اول ما الزيت يسخن كده والطاسة تسخن، تنزلي بالشاورما على طول، بالفراخ اللي انت مقطعاها على نار عالية. ما تسيبيش النار هادية عشان ما تنشفش. وتقلبي كده على طول، ايدك فيها على طول. اول ما تشرب الصوص كده اللي نازل منها، بنكون بقى مجهزين معانا فلفل اخضر واحمر، فلفل الوان مقطعينه برضو كده شرايح. لو ما عندكش الوان عادي، الموجود عندك حطيه. وتقلبي في الشاورما كده على طول، ايدك فيها لما تنشف كده من الصوص كده وتشرب الصوص اللي هي نزلته. قبل ما تطفي النار دقيقة واحدة كده، تنزلي بالفلفل وتقلبي. اول ما الفلفل يطرى كده معاها تقوم طافيه النار على طول. كده خلاص شربت الصوص اهي. نزلنا بالفلفل وتقلبي كده تقلبتين 3 دقيقة واحدة بس. الفلفل مع الشاورما، وتطفي النار على طول عشان ما تنشفش منك. سندوتشات الشاورما جميلة للأطفال، كلها بيحبوها والكبار. ممكن تاخدها معاكي لو انت مسافرة، لو ولادك طالعين رحلة كده تعملي لهم سندوتشات وتلفها لهم، بتبقى جميلة. تعالي بقى نشوف الصوص. دي صوص التومية عادي، ممكن اي صوص عندك تحطيه. ودي مستردة، ودي برضه صوص تومية. وتقلبيهم كده مع بعض. ممكن تعملوا التومية في البيت عادي، هبقى انزلكوا الطريقة ان شاء الله. دي عيش بلدي عادي، بندهنه معلقة كده من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض، ومعلقة شاورما وجبنة موتزاريلا. وبتتني الرغيف من الجهتين وبتلفيه عشان ما ينزلش منك حاجة. ودي برضو رغيف تاني عيش سوري، وجهة كده من العيش البلدي العادي، عشان العيش السوري ما ينفعش لوحده. وبرضو معلقة شاورما ومعلقة صوص ومعلقة جبنة. وتيجي بقى طاسة على النار، تحطها كده تسخن، وتحط فيها نقطة زيت، وتحط السندوتشات فيها، وتقلبيهم على ال4 اتجاهات. كل ما ياخد لون من اتجاه بتقلبيه على الاتجاه التاني. لما ياخدوا اللون من ال4 اتجاهات بتشيلوهم على طول، وكده جاهزين على الاكل. وطعمها جميل ومغذية وحاجة زي الفل. لو انتوا وصلتوا معانا لهنا يا حبايبي، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، وتصلوا على النبي في الكومنتات، وادعوا لأهل غزة. ادعوا لأهل غزة ربنا ينصرهم. بلفلكوا سندوتش اهو، لو مثلا مسافرين او في رحلة او حاجة، بنلفه في ورق زبدة وورق فويل. مع السلامة يا حبايبي.